عندي كده قلت النهارده انا مش هعمل طبيخ ولا هعمل يعني اكل هياخد وقت. كان عندي كده رنجتين شايلهم في الفريزر، طلعتهم لغايه ما فكوا خالص، وقلت النهارده هنعمل رنجه اكل كده خفيفه وبقالي فتره ما اكلتهاش. طلعتها زي ما انتوا شايفين كده من الفريزر، بس للاسف لما طلعتها لقيتها طريت زياده عن اللزوم، يعني بقت ايه، ناعمه، يعني زي ما انتوا شايفين كده بشيل الجلد، اللحمه ما بيطلعش معايا حته واحده، لا يعني طري شويه، بس هي ما فيهاش حاجه، يعني هي مجرد بس ان هي طرت. وكده كده انا بضربها في الكبه، يعني مش بقطعها قطع، لا بديها ضربه كده في الكبه بحيث ان هي تبقى عامله زي التونه شويه. اولا بترمي معايا كتير وطعمها بيبقى احلى. ببدأ زي ما انتوا شايفين كده الجلد بعمله كده بسكينة عشان لو في اي رنجة ولا اي حاجة في الجلد ما طلعتش، بطلعها بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. وطلعت برضو البطارخ بتاعتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنبدأ بقى نعمل ايه التانية دي، تعتبر طلعت سليمة شوية. هبدأ بقى ايه اشيل كده الايه الرنجة، وهبدأ اشيل اللحم من على السلسلة وهرمي الباقي. عايزه اقول لكم اكله الرنجه دي بقى يعني من احلى الاكلات اللي ممكن تفتح النفس. يا سلام بقى لو جنبها سردين، جنبها فسيخ. انا دورت في المكان اللي انا فيه على اي حد بيبيع فسيخ، بس للاسف ما لقيتش. كنت عايزه اجيب جنبها فسيخ او سردين، اي حاجه كده تتاكل جنبها، ما لقيتش. هنا بقى عملت ايه، حطيتها في الكبه اديتها ضربه بس كده واحده لغايه ايه، يعني ما نعمتهاش قوي، يعني يا دوبك ايه ضربه كده خفيفه. تمام. هنا جبت بقى بصلايه وهبدا اخرطها زي ما انتوا شايفين كده، قطع ولا كبيره ولا صغيره. وهنبدا برضو نقطع معاها فلفل. لو عندك طماطم تمام، بس انا كل مره بعملها بالطماطم، فانا بيني وبينكم عايزه اغير النهارده ايه، الطريقه اللي هي بتاعت سلطه الرنجه. انا هحط عليها بس بصلايه وقرنين فلفل، ومفيش احلى بقى من كده. هنا برضو جبت قرنين فلفل زي ما انتوا شايفين، عايزه اقول لكم طلعوا حاميين بس مدين طعم حلو جدا للرنجه. الرنجه بقى يعني حلاوتها ان هي تبقى ايه مشطشطه كده، تحط عليها كده شويه شطه من فوق وكلي بقى زي ما انتوا شايفين كده. هنا خلصت وبدات كده احط البصل والفلفل على الرنجه، بس طبعا ما عرفتش اقلب كله مع بعضه. جبت بقى طبق صغير كده وحطيت عليها شويه من الزيت، وجبت الليمون وبدات اعصر كده نص واحده لان ما بحبش فيها الليمون كتير، وشويه من الخل. تمام. عايزه تحطي اي مثلا توابل عندك تمام، بس انا ما بحبش احط عليها اي توابل. لو شطه تمام، يعني هي شطه بس اللي بحب احطها عليها. وهنا حطيت برضو عليها كيس طحينه وقلبتها وسبتها بقى في التلاجة. هنا كان عندي بقى 3 بطاطسيات كده، قلت هعمل شيبسي جنبها. غسلتهم بس ما قشرتهمش، عملتهم شيبسي بقشرهم زي ما انتوا شايفين كده. جربوا الطريقه دي حلوه جدا، بتطلع البطاطس الشيبسي في منتهى الجمال ومتماسكه كده وبتبقى حلوه قوي. قطعتهم، عايزه اقول لكم ال3 بطاطسيات يعني عملوا لي كميه حلوه. عملت نصهم وخليت نصهم، قلت اعملهم لتاني يوم كده مع الفطار جنب الاكل. زي ما انتوا شايفين كده قطعتها وبدات احطها كده في ميه انقعها شويه، وحطيت عليها شويه من الخل عشان تدي البطاطايه تبقي تاكلي الشيبسي كده كاني شيبسي بخل، بيبقى حلو جدا. بس اهم حاجه ان انت تكتري الخل فيها. تمام. هنا بقى دخلت على الحوض عقبال ما قلت البطاطس لما تتحمر هكون انا خلصت المواعين اللي في الحوض. طبعا مجرد بقى ما بنعمل اي حاجه تلاقي الحوض ايه اتدربك، لا، عقبال ما حطيت البطاطس قلت كده ايه اغسل المواعين واظبط الدنيا. زي ما انتوا شايفين كده ما خدوش معايا وقت. طبعا انا مجريه الفيديو بس هم فعلا ما خدوش معايا وقت. زي ما انتوا شايفين كده حاطه كيس كده على جنب، لو في اي زباله او اي حاجه بحطها في قلب الكيس ده. هبدا اغسل الاطباق زي ما انتوا شايفين، واول باول كده بشطف وبحط في المطبخ عشان يبقى الحوض معايا نضيف اول باول. هنا برضه كان نغسل الكبه. هنبدا بقى نخلص المواعين زي ما قلت لكم كده طول ما انا واقفه في المطبخ، يعني مثلا مش بعمل الاكل
واخرج، لا بشوف مثلا في مواعين بصبنها، المطبخ عايز يتروق وانا فرصه وانا واقفه في المطبخ، ده بيسهل عليا ان انا بخلص المطبخ، يا دوبك اخلص الاكل ابقى مشطبه المطبخ بالمره، يا دوبك بس بناكل الاكل وبعد كده بخش اغسل الطبقين وخلاص الموضوع خلص على كده. ده بيساعدني ان انا ما بتعبش طول النهار في المطبخ. تعالوا بقى مع بعض نشوف البطاطس بعد ما طلعناها. زي ما انتوا شايفين، بصوا البطاطس الواحده بوحدتها، شايفين القشره اللي بتبقى من بره دي بتخلي البطاطس بتبقى ماسكه نفسها. عشان محدش يقول لي لا انت بتعملي البطاطس بقشرها ولا الكلام ده، انا شفت ناس كتير قوي على اليوتيوب بتمسك البطاطس بعد ما بتقشرها بتغسلها وبتحمر القشر بتاع البطاطس ده في الزيت وبتاكله. انتوا فاهمين؟ بيتاكل زي كريسبي كده، تمام. فالطريقه دي حلوه جدا، جربوها. وطبعا هنا حطيت بقى الرنجة في قلب سيرفيس زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليها البطاطس، وده كان غدانا بقى النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واقول لكم مع السلامة، وجربوا الطريقة وقولوا لي. مع السلامة.